السلام عليكم. يكفينا شرفا أنه والد مفتينا الأول مفتي الديار الشيخ العلامة إبراهيم المختار. إننا نتحدث عن الشيخ أحمد عمر، والذي ولد في عام 1847 حيث توفي والده وهو صغير، فكفله إخوانه الكبار، وقد تولوا تربيته والعناية به، فقد كان أصغرهم سنا، فحفظ القرآن الكريم منذ الصغر، ثم لزم جمعا من العلماء. بعدها سافر إلى الحجاز لطلب العلم، ومكث فيها فترة من الزمن، فتعلم العلوم الشرعية وحضر مجالس العلم والعلماء. بعدها رجع إلى إريتريا التي لا يستطيع الابتعاد عنها كثيرا، فتزوج فيها واستقر بها معلما ومرشدا ومربيا ومرجعا شرعيا، فحاز بين أهل تلك المناطق الحب والقبول والتقدير. وفي عام 1892 توفي شيخه عمر بن داود قاضي قبائل منفري، فطلب منه أن يكون القاضي للقبيلة، لكنه رفض ذلك تماما، فضغطت عليه الحكومة الإيطالية لقبول المنصب، ولكنه رفض، فقاموا بحجزه والتضييق عليه وتهديده بالسجن، ولكنه رفض ذلك، فتركوه وعاد إلى أهله وعشيرته يعلمهم، ومن ضمنهم الشيخ إبراهيم المختار. ولكن اعتراه المرض وأصبح طريح الفراش حتى فاضت روحه الطاهرة، وكان ذلك في عام 1924 رحمه الله رحمة واسعة. توفي بعد أن ورث علمه لجمع غفير من العلماء والدعاة، وكان أولهم ابنه فضيلة الشيخ إبراهيم المختار.